عودة رباعيات النادي الأهلي من جديد بالفوز على فاركو مقابل أربع أهداف مقابل هدف واحد، وطبعا كلنا مبسوطين بالفوز ده لأن النادي الأهلي كان تعثر الماتش اللي فات وتعادل، ولكن إن الماتش ده يرجع تاني للعيبة النادي الأهلي الروح والعزيمة، ويقدروا بكل سهولة وبيسر يحرزوا 4 أهداف، وكان ممكن النادي الأهلي يزود الغلة، ولكن في بعض السلبيات عايزين نقف عليها. طبعا كلنا شفنا في تغيير اليو ديانج لما طلع ونزل مكانه كوكا ايه اللي حصل في نص الملعب، وازاي ان فريق فاركو قدر يعني بيخترق كذا مره ويروح بهجمات هجمات خطيره بعد خروج اليو ديانج. فطبعا دي نقطه اتكلمنا فيها قبل كده، والمدرب طبعا بيعاند فيها، بس ماشي كويس ان هو اشرك اصلا اليو ديانج. والنقطة الإيجابية الأخرى هي أن طبعا زيزو جاب هدفين، ويعني بيهدف مع النادي الأهلي مش بهدف واحد، لا باتنين، وبدأ جيد جدا. وأشرف بن شرقي قمة المتعة والإثارة مع الناس دي، يا جماعة الناس دي في حتة تانية فعليا يعني. وبرضو عايزين نمسك بقى نقطة سلبية معينة، وهي مصطفى شوبير. أنا نفسي أعرف مصطفى شوبير كان عايز يعمل إيه، أو كان يقصد إيه حتى في الكرة اللي هو تسبب فيها في هدف. ده الكرة طالعة، سيبها تطلع يا حبيبي، سيبها تبقى كورنر يعني، مش تفرق. بس أنت فاهم، بدل ما تبقى كورنر لا أنت خليتها هدف. يعني قمة السذاجة. والمفروض إن الراجل ده عنده يملك من الخبرات أكتر من كده بكتير. ولكن في الأول أو في الآخر مبروك النادي الأهلي، مبروك الفوز، مبروك الثلاث نقاط مهمة جدا في الدوري، في صراع الدوري لسه قدامنا كتير ان شاء الله، نقدر نبقى هنعوض النقطتين اللي فاتوا دول. الف مبروك للكتيبة الحمراء.